السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ مع بعض الفيديو الحلو دوت ببركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوية بقى حلويات كده، نواعم كده قريبة دايبة دوب، ما اقولكوش. مقدارها سهل جدا، بحاجة بسيطة خالص. انا معايا المقدار اللي انا عملته 4 كوبايات دقيق، كوباية سكر بودرة، كوبايتين سمنة طالعة من التلاجة. شايفين مسحة السمنة، كوباية السمنة يعني يبقى مسحة كوباية الدقيق، ناقصة من كوباية السمنة يبقى منقصة من كوباية الدقيق. جبت السمنة طالعة من التلاجة، دي سمنة مضمونة انا عاملاها. بحوش وش اللبن، بجيبه واعمله زبدة واسيحه سمنة، انا ماشية عليها كده. تمام. طبعا مفيش حد ما بيجيبش لبن، اكيد كلنا يعني بنجيبه اللبن، حتى بنحوشه الوش بتاعه كده، ما بيبقاش مكلف لو عملنا سمنة. حتى لو كوباية واحدة كوبايتين مش هيكلف معاكي كتير، وهي مقدرها ولا بيض بقى ولا اي حاجة، مش مكلفة خالص. دقيق وسكر وسمنة. حتى لو عايزة تعمليها بسمنة مش لازم تكون سمنة فلاحي، يعني في ناس بتعملها بالسمنة العادية اللي هي بتشترى من المحلات العادية، وبتحط فانيليا عليها وريحة سمنة فلاحي، بتيجي من عند مستلزمات الحلواني، بتبقى اسمها ريحة سمنة فلاحي، بتحطي على السمنة بتغير يعني. ديت انا هنا بقى بضرب بالمضرب الكهربي كده، مفيش مضرب كهربي، عادي خالص بايديكي، تبدلي مع اختك، تبدلي مع بنتك، انت بقى وجارتك مع بعض كده بايديكي. لو هتعملي كميه، لو مش كميه مش هتاخد معاكي حاجه، هتضغطي بايديكي كده في بوله واسعه، هتطلع معاكي بالقوام ده. نضرب السمنه لحد ما توصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، مع السكر البودره. انا طحنه السكر ونخلاه، وطحنته، رجعت حطيته تاني في الكبه يتطحن، ورجعت نخلته تاني. تمام. انا ماشيه على طول بالمقادير ديت، ولا بحط بياض بيض ولا نشا ولا دي ولا لبن بودره ولا اي ولا فانيليا، عشان احس بطعم السمنه الفلاحي بتاعنا الحلو بتاعنا، غريبه يعني سمنه فلاحي بصراحه. تمام. اي هضرب بالقوام لحد ما يوصل السكر البودره بالقوام معايا دوت، زي الكريم شانتيه تقيل كده. هبدا انزل بالدقيق بتاعي، حسب الدقيق بتاعك. انا كنت شايله مثلا، ممكن تشيلي معلقتين ربع كوبايه، تشوفي هتحتاج معاكي ولا لا. انا كنت شايله برضو ربع كوبايه دي كده على جنب، لقيتها احتاجتها حطيتها. بعرف ازاي ان انا محتاجه دي او لا؟ ب... يعني بنزل بالمقدار دي بتاعي كده، واقعد افرك بصوابعي. يعني ايه؟ ما بعجنش الغريبه، ما تتعجنش، ولا البسكوت ولا البيتي فور اتعجنتي وعجنتي كده بقى ولديتي باظ منك، نشف، وهيبقى حاجه كده ناشفه كده. المفروض الحاجات دي بتبقى من نواعم. تمام. هنزل بس كل الخليط اللي لزق في المضرب كده، عشان ده كله من المقدار طبعا، وخساره كمان يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، ويعود عليكم الايام بخير. انا طبعا كنت عاملاها قبل العيد بيومين تقريبا، عامله لي العيد، ما عملتش اي حاجه بصراحه، غير هي والدتي كانت عامله الكحك، جابت لي الكحك ايه، شويه بتوعي يعني، والدة لاختي الشويه بتوعها. وعملت انا الغريبه كده، بصوا بلف بصوابعي، ما تعجنيش، تفضلي تلفي بصوابعك بس كده لحد ما تلاقي كل الدقيق اختفى. خلاص كده انت ضمنتي ان انت خلاص كده وصلتي للقوام المظبوط. بصوا خلاص كده، انا كده هشيل ايدي. عايزه تعملي بقى هنا في اللحظه ديت، بصوا هوريكم برضو إيه، انا كده خلصت مظبوط. عايزه مش عايزه دقيق، هضغط، همسك حته كده، هضغط بايدي، لقيتها بقت عجينه كده متماسكه، خلاص كده يبقى انا عارفه ان انا وصلت ايه هنا القوام المظبوط بتاعها. برضو هبرم واحده كده كده، بصوا بضغط عليها وابرمها دايره، واضغط عليها بكف ايدي كده، ما لقيتهاش ولا بتشقق ولا اي حاجه يعني، ولا عايز مقدارنا مظبوط. كوبايتين سمنه، 4 كوبايات دقيق، كوبايه سكر بودره. عايزه تقلي المقدار، كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه بودره. عايزه تقلي كمان، كوبايه دقيق، نص كوبايه سمنه، ربع كوبايه سكر. تمام. هسيبها كده واحطها في التلاجة ساعة ساعتين براحتك. انا حطيتها بس وغطيتها عشان ما تلقطش ريحه من التلاجة. مش عايزه تحطيها في التلاجة وعايزه تسيبيها بره ما تبقاش متماسكه، هتبقى بتلزق والكلام ده. هتحطيها بقى في كيس حلواني وتضغطي بقمع لاي شكل انت تحبي تشكليه. ولعت الفرن على درجه حراره 160 او 170 حسب الفرن بتاعك. دي تجربه بقى، جبت صينيه صغيره كده، طلعتها من التلاجة، وهضغط كده بايدي واحطها في الصينيه بطلع الشبكه في اول رف، اول رف خالص، في البوتاجاز على درجة حرارة 160. بتاخد 10 دقايق. اعرف ازاي ان هي استوت؟
هضغط عليها لقيتها طريه، كده لسه لقيتها اتمسكت، اطلعها من غير ما تاخد اي لون. الغريبه عشان تبقى ناعمه وبتدوب معاكي برضو ما تخليهاش تاخد حتى اللون الاصفر ولا الذهبي ولا الكلام، تطلع بيضه، بس المهم تكون متماسكه ما تكونش طريه. هتضغطي بايديكي كده هتعرفي ان كانت اتمسكت ولا لا. واحسبي بقى الصينيه اخدت معاكي 10 دقايق 12 دقيقه حسب الفرن بتاعك، يبقى كده ايه تطلعي كل الصواني. بحط العجينه في التلاجة وباخد في طبق على قدي، على قد مثلا الصينيه اللي هتاخد حته بحته، يعني البوله دي كلها كنت حطاها في التلاجة، باخد منها على قد واقعد كده على الارض بقى على كرسي زي ما تحبي. بصوا دخلتها طلعت معايا بالحلاوه والجمال ده، ولا بتبصم ولا اي حاجه. واشتغلت في الحبه التانيين دول زي ما انتم شايفين كده، الصينيه اللي تحت دي دايبه دوب وناعمه. بصوا كانت الطعم فظيع بصراحه، والله العظيم مش عشان انا اللي عاملاها، الحمد لله يعني الحمد لله كانت طالعه بجد يعني الحمد لله حلوه قوي. وخلصت بألف هنا وشفا يعني لولادي وكده. عملت كل الشكل دوت. اعمليها بقى الحجم اللي يعجبك والشكل اللي يعجبك شكلي وبدعي زي براحتك. يعني انا عملت كده الشكل التقليدي بتاعها خالص كده، وفي برضو الشكل اللي هناك دوت بتبقى كده زي دواير ماسكه في بعض كده، بس بتبقى عايزه ايه طولة بال بصراحه، بس انا شقلط يعني. عملت كده وزي ما قلت لك برضو مش عايزاها تحطيها في التلاجة وعايزاها شكل بقى بقمع والكلام ده زي اللي بتتباع في المحلات، اعمليها في كيس حلواني وما تحطهاش في التلاجة. الصواني بتاعتنا ما بتدهنش اي حاجه ولا زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. حاطه الصواني في التلاجة، يعني الصواني وهي فاضيه حطها في التلاجة، وحاطه العجينه في التلاجة. الصينيه اللي عايزه اشكل فيها بطلعها، ولو في صينيه في الفرن وانا شكلت صينيه بحطها في التلاجة واطلعها ايه على الفرن ولا فرشت مني الحمد لله. وطعمها دايبه وتحفه بصراحه يعني. زي ما قلت لكم كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر بودره. اطحني السكر ونخليه وطحنيه تاني لو عندك استطاعة يعني وقت وكده وطولة بال. ما مش عايزه بتطحنيه تاني براحتك هينفع برضو، بس المهم تكوني طحناه ناعم جدا من اول مره، ونخلاه بمصفى ضيقه خالص. تحطيش فانيليا، عايزه تحطي فانيليا براحتك، عايزه تعملي بالسمنه اللي هي بتاعه المحلات براحتك. وتحطي عليها ريحه سمنه فلاحي هتطلع معاكي ناجحه جدا. يا احمد ابني جاي يتاوب جنبي يا جماعه. لو وصلتوا معايا هنا تحطوا ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. كومنت حلو حلو, حلو منكم يا جماعه ماشي. قول لهم حطوا لايك يا كوكي، قول لهم حطوا لايك، قول لهم حطوا لايك. مكسوف احمد مكسوف. الغريبه كانت حلوه. قول لهم الغريبه كانت حلوه. الغريبة كانت حلوة اهو قال لكم الغريبه كانت حلوه ماشي. تنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس. ده بقى ايه اللولي اللي هو ايه الحراري اللي بيخش الفرن بتاع الغريبه المتعارف، يعني اللي احنا بنقوله عليه اللولي بتاع الغريبه او الكريسبي الغريبه. بس بصراحه يعني الغريبه مش عايزه ولا فستق ولا لوزدق ولا الكلام دوت ولا عين جمل ولا يعني. انسب حاجه للغريبه بصراحه يعني ممكن تكون الشوكليت شيبس. هو الاسمر اللي قدامكم دوت شوكليت شيبس حبابي، يعني بيدوب شويه. انا بقى والافضل كمان ان الغريبه ما يتحطلهاش حاجه، يعني ما بحطلهاش حاجه خالص. انا عملت حبه ساده بصوا ولا بتبصم تحفه بصراحه يعني. الحجم الكبير والحجم الصغير بصوا يعني ولا فرشة. عايزاها برضو لو انت محتاجه الصواني طلعيها بحاجه زي اللي انا طلعتها بيها عشان ما تمسكش منك، لو انت مش عايزاها تبصم بقى وكده. لو انت محتاجه الصواني يعني طلعيها بحاجه زي اللي انا طلعت بيها دي. لو مش محتاجه الصواني سيبيها، وعندك صواني تكفي على قد الخبيز بتاعك سيبيها في قلب الصواني لتاني يوم وطلعيها براحتك. لا بس انت وهي سخنه ما تطلعهاش الا بتكوني ماسكه حاجه كده بيها. والصواني ما بدهنهاش، بس في كل مره بجيب ورقه منديل هاندي او منديل مطبخ وامسح الصينيه مكان اول مره. يعني هتشوفوا دلوقتي انا هعملها قدامكم عشان ما يعني ايه احط المره. بصوا بجيب منديل وامسح كده مكان اول مره. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انا خلصت. بص طلع معايا قمر كده، انا بحبها بصراحه بقى، ولا بحط فيها شوكليت شيبس، عامله شويه ساده كده لنفسي كده. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس وكومنت حلو منكم. حطي شوكليت شيبس، حطي سوداني، وهات حطي فستق. الشوش كمان. انا حطيت شوكليت شيبس ابيض واسمر، الاسمر شكله حلو بصراحه، واللولي برضو بيخلي شكلها تحفه لو في ضيوف او كده. بس بالنسبه لي يعني غريبه ما بحبش احط لها حاجه، باكلها انا كده ساده يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتوا معايا هنا متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو منكم. كل سنه وانتم طيبين ويتسعد عليكم يا رب. ده يبقى دوب كده والله كان نفسي ادوقكم بصراحه.
يعني لو عجبتكم قولولي رأيكم في الكومنتات. بصوا ولا بتبصم ولا اي حاجه. يا رب ما اكونش نسيت ان انا اقول لكم حاجه. الغريبه ما بتاخدش لون. درجه حراره يا 160 او 170 حسب الفرن بتاعك. كل واحد ومقدرته. عايزه تعملي بالسمنه العاديه مش هتفرق خالص عن المهم يكون مقدار بس يعني مظبوط. وديت شكلها معايا سواريه بقى صغنونه كبيره براحتك. عايزه تعمليها بكيس حلواني زي ما قلتلك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.